قوي قوي يا ام اسماعيل، ده عايده حبيبتي الروح بالروح، طول عمرها كانت زميلتي في الداخليه، وما تتصوريش قد ايه بحبها. هي رخرة تحبك قوي والله يا ست عواطف، ربنا يديم المحبة. امال ايه يا اختي، الناس لبعضيها. وانت في حد ما يحبكيش؟ ده انت قمر، قمر منور، والعين تتمنى تفضل تتملى من جمالك ليل ونهار. كتر خيرك. وتم ايه في حكايه العريس الاخراني؟ ان شاء الله يكون خير. والنبي كل شيء اسمه ونصيب يا ست عواطف، وعلى رأي المثل تجري يا ابن ادم جري الوحوش اكتر من رزقك لم تحوش. قالك ايه يعني؟ ولا قال ولا عاد يا اختي، قال لي شوفي لي عروسه تانية بعد ما اداني دش جامد بعيد عنك. ليه يا ام اسماعيل؟ قال لي ان يا اختي هم بيلخبطوا في الكلام. قالك انها وحشه مش كده يا ام اسماعيل؟ صحيح عايده شكلها مش ولا بد، انما والله العظيم قلبها زي المرمر وست بيت بصحيح. العرسان بيبص للوش مش للقلب يا ست عواطف. وحشه وحشه ايه يعني؟ انا اقدر اوقع لها 1000 عريس، انما ايه؟ ما تشدي حيلك معاها شويه. ابوها يا اختي، ابوها ملخبط الدنيا يا حبيبتي، بيوقف المراكب السايره. ازاي؟ مش فاهمه. انت عارفه اني ببعت لها العرسان من وراها. أيوة. قصدي يعني ما يعرفش ان في خطبه بتبعتهم، وكل ما ابعت له عريس في البيت يطلع قفاه يقمر عيش. ليه؟ بيمسك العروس من دول يا حبيبتي يعصروا عصر، يسألوا انت اصلك ايه، انت فصلك ايه، انت عيلتك منين. ان ما كانش العريس من دول من عيلة كبيرة ما يرضاش بيه. فيه ايه يعني لما يكون العريس يا اختي على قد حاله ومستقبله قدامه؟ هو يا اختي الصغير بيفضل صغير يا ست عواطف؟ معلش يا ام اسماعيل، هو راجل طبعه كده، اطلع في العالي شويه. وبالطريقه دي يا حبيبتي يوقف سوق بنته يا ست عواطف؟ امال ولا مؤاخذه يعني، ولا فيها رزاله؟ لو كانت بنته كانت حلوه كان معلش. ده انا بعافر بايدي ورجلي، لازم هو يساعدني كمان. معلش البركه فيكي، والنبي يا ام اسماعيل نفسي اغمض وافتح الاقي البنيه دي ربنا عدلها لها، والنبي لا اديكي من عندي 10 جنيه فوق اللي هيديهولك كمان. ما تحرمش منك يا حبيبتي، ده انا هجيب لها المره دي عريس لقطه. راجل ملو هدومه طول بعرضه ومستوظف قد الدنيا في شركه. يا اختي اللهم صل على النبي عليه، اللهم صل على النبي. يا سلام للدرجه دي؟ يضرب الجرس يخش عليه الساعه ابو بدله صفرة، والنبي قاعد في المكتب ربنا يحميه فشر مأمور البندر. وقال لك ايه؟ قال لي ايه؟ خدنا على جنبي وقال لي خدي يا ام اسماعيل الجنيه ده حق المواصلات، النبي يجعله من نصيبها يا رب ويهدي سر ابوها. على الله يا ام اسماعيل، ايه مستعجله ليه؟ اشوف شغلي يا ست عواطف، هي شغلتنا عايزه القعده دي يا حبيبتي، طول النهار دايره زي النحله. اعمل ايه يا اختي؟ ربنا معاكي، ربنا يقويكي. احنا لازم يا حبيبتي ندور على طريقه نجوز بيها عايده. طريقه ايه؟ تعالي لما اقولك.